السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مزارع البيع في مصر. احنا هنا على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. صور في قطعة أرض فوق الممتاز، أرض مثمرة ومصروف عليها، قطعة أرض نظيفة ومحترمة جدا، أرض كلها مثمرة، بحاري أو مية نيل. ده الحوض في وسط الأرض، دي المانجا اللي على يمنا متغطية نت. قطعة أرض بسم الله ما شاء الله متكلف عليها، وربنا يبارك لصاحبها والمشتري إن شاء الله. فيها 40 فدان، فيها مانجا كيت وعنب، 3 أنواع عنب، وفيها برقوق ونوعين مانجا كيت، والنوع التاني نوع بصراحة أجنبي نسيت اسمه. عندنا عنب كريمسون وفليم. قطعة أرض فوق الممتاز. ده الحوض بتاعها، حوض كبير. أرض منظمة، فيها محول كهرباء، ملك نهائي، 40 فدان. ده العنب متقسمة مشيات زي ما حضراتكم شايفين. فيها 3 أنواع عنب، كل نوع حوشة. فيها نوعين مانجا، والمانجا كلها متغطية بالمنظر ده. أرض بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحبها أو المشتري. بصراحة أرض فوق الممتاز، قطعة أرض محترمة جدا، على الأسفلت مباشرة، مية نيلي أو بحاري. عندك 3 أنواع من الفاكهة، مانجا وعنب وبرقوق. نوعين مانجا، 3 أنواع عنب، متقسمة صح ومنظمة. ده نت مانجا مغطى. أربعين فدان على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو عجبك الفيديو لأن بلايك واشترك في القناة، إن شاء الله ينزلك كل جديد. مزرعة مثمرة، 40 فدان، مانجا وعنب وبرقوق، بحري. شفت الحوض على أول الأرض، فيها معدات للرش، فيها سكن العمالة. أرض منظمة، ربنا يبارك المشتري. كل 6 فدادين حوشة. كل نوع قسمها 6 فدادين كل نوع. أرض
تصدير، فيها المانجا والعنب تصدير. بسم الله ما شاء الله، فيها شبكة ري حديد، مزرعة منظمة، طرق متقسمة كل حوضة 6 فدادين. صاحب الأرض عاوز فلوس كاش، بتكلم في الفدان 850. مزرعة بصراحة تستاهل. ب40 فدان ب34 مليون. ده حضراتكم البرقوق، 3 فدادين برقوق، باقي الأرض مانجا وعنب. العنب والمانجا متقسمين كل 6 فدادين، حوشة 6 فدادين، واخر الارض هنا على الشمال 3 فدادين برقوق. مزرعة مثمرة، مزرعة تصدير، مزرعة منظمة، مش محتاجة اي مصاريف، على الاسفلت مباشرة. وعمر الشجر ده لسه صغير. ارض ربنا يبارك لصاحبها والمشتري، والراجل اللي يفهم في الزراعة يبص هنا من حلاوة الأرض، حلاوة جودة الزراعة. دي المانجا بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. مانجا مغطى. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحبها والمشتري. 40 فدان ملك نهائي، مية نيل أو بحاري، محول كهرباء خاص بالأرض، مزروعة برقوق وعنب ومانجا. مطلوب في الفدان 8.5، يعني مزرعة فوق الممتاز، مزرعة مثمرة، تصدير، شغلها كله تصدير. ملك نهائي، وصاحبها عاوز الفلوس كاش ب34 مليون، يعني الفدان ب8.5. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.